ليال عبود، اهلا وسهلا فيكي بحلب. على طول انا وياك بنبلش بقصص طريفه. هلا انت بلشت المقابله وانا عندي ميد انجين بقلب تمي عشان طرز لعيمه قبل المسرح. بدنا نحكي عن جورج حداد والتعاون الثاني مع الشركه اليوم بحلب. جمهور ناطرين ليال عبود، كسرت الارض السنه الماضيه، هلا شو؟ المتعهد جورج حداد البروموتر كتير شاطر وقبضاي، كتير عم بلاقي صعوبات بزمن عن جد. في كتير منافسه مش شريفه، شرسه كتير فيها حسد وغيره، ولانه هو صغير بالسن ولانه عن جد هو معطاء ولانه عن جد بيشتغل دقائق زاد بطريقه كتير حلوه. جود لاك لإله، جود لاك لنا بالسهره اليوم. ليال، خلينا ننقل تحت عنوان ما لا تعرفونه عن ليال عبود. كم مره حبيتي؟ اجوبه سريعه ليال. يا الله منك، لولو، الواحد بحب مره واحده بالحياه. حبيتيها ولا لسه بدك تحبيها؟ حبيتها. حلو. احلى هديه اجتك ومن مين؟ مو اسم. من ماما. شو هي الهديه كانت؟ عمر بحاله يعني. شو الله يخلي لك اياها وطولة العمر يا رب ان شاء الله. 3 اغاني كثير بعزوا على قلب ليال عبود، مستحيل تصير حفله ما تغنيهم. شد الجاروفه لانه بابا بحبها كثير، الله يخلي هو لك اياها. نقاها. مشغول بالي عليك لانه هي بتعني لي لإلك، وانطلاقتي انا بهيدا بالكلاسيك. ومغنج لانه كانت باب كثير حلو لسوريا. طيب، اغنيه ما كثير بتفضليها غنيتيها وقلتي يا ريت ما غنيتها او اقل من غيرها؟ لا، حقول لك بطريقه مختلفه. اغنيه ما كنت حبيتها كثير وغنيتها ب5 دقائق باستديو، العالم كلها بتعرف، من الشاعر والملحن والموزع. اللي هي احلى زفه غنيتها ب5 دقائق. كنت حاطه تراك الصوت وظاهره من الاستوديو، وقلت لهم انا ماني راضيه عن الغنيه وما حبيتها وكسرت وكنت الدنيا. بدي انا اغنيها بطريقه احلى من هيك. واذا انا بتفاجئ بعد 10 ايام من صدور الغنيه 135 مليون، يعني هذا الشيء الحمد لله يكتر خير الله. وين الخشب؟ هات شود. طيب، مهنه اشتغلتيها قبل الغناء؟ مدرسه خاصه. اشتغلت بالقوى الامن الداخلي. وشو بعد؟ طباخه طبختي قبل ولا بس بالبيت؟ لا، طباخه لحالي لعائلتي. لولو، كم اخ واخت؟ 10 نحن. انا بركه. انا اخر العنقود. 3 اسرار للاستمراريه. اول شيء الكتمان. حلو. ثاني شيء اختيار الاشخاص اللي بيحوطوا، اللي بيكونوا الكرو اللي بيكونوا حواليك، يعني الانفايرمنت اللي انت عايش فيها وشو بتحكي وشو ما بتحكي هالاخبار. ثالث شغله انه دائما محاط بحب عائلتك، لانه الام والبي هن الرضا تبعك وهن اللي بيخلوك تستمر وتوقف على اجريك. اقرب دمعه كانت امتى؟ اقرب دمعه كانت من اول امبارح على اللي صار بلبنان، واليوم كمان دمعه اللي يعني بعد ما نشفت، وبقول الله يصبر. الله يصبر اهل الشهداء. امين يا رب. الله يشفي الجرحى، والله يحمي لبنان وسوريا، والله يحمينا من الآتي، وان شاء الله بينيلوا يعني اقسى واظلم عقاب، لانه عن جد بيستاهلوا. 3 صفات لشريك الحياه. كريم، متسامح، ورجال. يقبرني شو رجال. على قولة نورمان اسعد.